السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، ومرحبا بكم معنا في وصفه جديده من قناتكم ابداعات ريحان. الوصفه اللي غنشاركها معكم اليوم وصفه رمضانيه للفطور، كتجي بنينه بزاف ومورقين، مسمنات مورقين وخفاف وسهلين في نفس الوقت في التحضير ديالهم. بقاو معنا لاخر فيديو باش تشوفوا مراحل التحضير ديالهم. غادي نبداو ان شاء الله، ما غاديش نطول عليكم بزاف، الفيديو غير قصير. درت زعما تعمدت باش انني ندير فيديو غير قصير ويكون يعني مفصل. هنايا عندي الدقيق درت 2 زلايف ديال الدقيق ديال الحلويات، ودرت نص زلافه ديال السميده او السميد الرقيق، مع نص كيس من الخميره ديال الحلويات والملحه على حسب الذوق. وغادي ندير واحد رشيشه ديال الخميره ديال الخبز، ما نكثروش بزاف باش ما يخمروناش المسمنات ديالنا، وغادي يجيونا يعني لداخل، ما غاديش تبقى داك الطريقه لداخل. وهنا درت الزيت درت 3 ديال معالق ديال الزيت، مع واحد 2 معالق ديال الخل، حتى 2 معالق ونص. وغادي نسمها بشويه ديال الخردل اولا موطاد، كيبقى اختياري، انا غير بغيت نهرس داك المذاق نتاع المسمن، ما يبقاش فيه المذاق ديال المسمن. داكشي علاش استعملت الخل، خلاص راه كيعطينا حتى تقرميشه، وفي نفس الوقت غادي يصح لنا الذوق اللي بغينا. مع لا موطارد، او نقدروا ديروا غير شويه نتاع الفلفل الاسود. صافي خدمت المسمنات ديالي كما كنخدموا المسمن العادي، خليته ارتاح، من بعد وليت عجنته شويه وقسمته كويرات وخليتهم عاوتاني شحال ما خليناهم يرتاحوا، راه كتسهل علينا الخدمه ديالهم. هكا ملي كنسرحوهم على سطح العمل كيجيونا ساهلين وفي السا كيطلقوا. غادي نسرحهم انا غير بالزيت، وبالنسبه للزبده غادي نديرها حتى يعني غادي ملي غادي نجي نطوي هكا غادي ندير عليهم الزبده، عفوا الزبده، انا كنستعمل الزبده ديال الطوراق، خصوصا في هاد المورقات كنفضل الزبده ديال الطوراق ديال مارغرين، حيت كتعطينا النتيجه اللي هي مزيانه، وكيجيو المسمنه ديالنا كيجيو مورقين. صافي غادي نخدم بهذه الطريقه ونحاول نعطي شكل مربع دائما. انا كنفضل المسمن، سواء المسمن العادي كنفضل نعطي له هكا شكل مربع، باش ملي كنطوي كيجي مقاد حتى على الجناب ديالو. صافي نورقوهم مزيان مزيان ونجمعوا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكويرات ديالي كاملين. تبارك الله انا عطاني واحد الكميه كبيره، نتوما كيبقى على حساب الافراد الاسره ديالكم. هنايا غادي ندير الحشوه. هنا عندي صدر ديال الدجاج، غادي ندير واحد معلقه كبيره ديال الياغورت طبيعي مسوس، وغادي نسم بشويه ديال لا موطارد معلقه صغيره. انا بالزربه راني درت غير حاني وسخت الزلافه ديالي، وغادي ندير شويه ديال التحميره للتنسيم، وشويه ديال سكنجبير غير راس المعلقه، وشويه ديال الفلفل الاسود او الابزار، وشويه ديال الخرقوم غير يعني غير شيشه نسمو به الصدر ديال الدجاج ديالنا. هنا تقريبا عندي 200 غرام ديال الدجاج. وفي المقله انا كنت درت واحد الحبه ديال البصله اللي هي كبيره، مع نص حبه ديال الفلفله الحمراء، خليتهم طابو حتى طابو. ضفت عليهم صدر ديال الدجاج. وهنا عندي الشعريه الصينيه اللي درتها في الماء حطت دابت، وقطعتها بالمقص. غادي نضيفها على المكونات ديالي الاولين، وغادي نسمهم شويه ديال القزبر والمعدنوس. كنكثر المعدنوس اكثر من القزبر، كنكثر بزاف يعني ماشي غير شويه ديال المعدنوس، وكنسمو بالتوابل ديالنا. وغادي نضيفو في الاخير الفرماج. الا كان عندكم الفرماج الاحمر راه من الاحسن ديروا الفرماج الاحمر، كيتواتى بزاف بزاف مع هاد الحشوه ديال هاد المورقات، كيجي رائع. الا كان عندكم من الاحسن ديروا. انا درت هنايا غير الفرماج المربع، وحتى الزيتون حتى هو راه كيجي المذاق ديالو زوين في هاد الحشوه الا كنتو يعني كيعجبكم الزيتون. صافي غادي نطلقوا مره اخرى المسمنات ديالنا او المورقات ديالنا بهذه الطريقه. غادي نحاولوا نديروا لهم هكا الجناحات، نجبدوهم هكا على الجناب، باش ملي نديروهم نطويوها كتجينا مربعه نيشان، وكيجيو ساهلين وفي نفس الوقت كيجيو مورقين. ضروري اننا نسرحوهم مزيان باش يجيونا مورقين، ما يبقاوش معجنين لداخل. صافي في الاخير ملي كنكملو كندهنوهم بالبيض اللي درت فيه شويه ديال التحميره مع شويه ديال الخل، وديروا زيتونه في الوسط،
والشكل النهائي ديالهم هو هذا. من بعد ما كيطيبوا النار تكون مهيله، كنخليوهم ياخذوا الحق ديالهم في الطياب، ما نجهدوش النار باش ما يتخطفوش قبل ما يطيبوا لداخل ويبقاو لنا معجنين. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو من داخل مورقين. نتمنى ان شاء الله حتى نتوما تجربوهم وينجحوا معكم، وبالصحه والراحه الى وصفات اخرى ان شاء الله.